السلام عليكم حبايبي الغاليين، كل سنة وانتم طيبين. كنا عملنا مع بعض قبل كده ايس كريم بفواكه طبيعية وبأطعمة مختلفة، وكان في منتهى الروعة. والنهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض ايس كريم البرتقال. هنعمله بالطريقة الأصلية ولكن بمكونات اقتصادية جدا، بدون بقى كريمة لباني ولا حليب مكثف، وكمان بدون جيلاتين. ناعم وكريمي جدا وطعمه اكتر من رائع. يعني لو عندك برتقانة في البيت هتقدري تعملي كمية كبيرة من الايس كريم. ولو ما عندكيش برتقان هقولك على البديل بتاعه، وهيكون احلى واسرع ايس كريم وانضف واوفر من الجاهز بكتير. يا ريت لايك للفيديو ونسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ في الطريقة. في كسرولة او اي حلة عندك تكون بحجم صغير، وهننزل فيها بنصف لتر من الحليب، 500 ملي، ما يعادل كوبايتين من الحليب. وهنضيف عليهم نصف كوب من السكر، وزنهم قد ايه؟ بيكون 120 جرام. وهنقلب السكر لحد ما يدوب مع الحليب، وبعد كده هناخدهم ونرفعهم على النار، يعني على نار متوسطة علشان الحليب ما يفرش مننا. وهنقلب علشان نتأكد من ان السكر خلاص داب. احنا كده بنحضر حليب محلى مكثف، ولكن بطريقة سهلة واقتصادية جدا، لان سعر الجاهز بيكون غالي قوي. والافضل انك تستخدمي حليب جاموسي كامل الدسم. ولو الحليب بتاعك منزوع الدسم يبقى هتعوضيه بمعلقتين كبار من الحليب البودر. وبمجرد ما يغلي هنهدي عليه النار خالص، وبين كل وقت والتاني كل 5 دقايق هنديله تقليبة علشان ما يلسعش من تحت او انه يترسب ويتكتل على الجوانب. واول ما تشوفي انه بدأ يفور مرة تانية وكمان لونه يصفر والكمية كمان قلت، بكده بيكون خلاص داخل على التسوية. هتسيبيه دقيقتين وبعدين هنطفي عليه النار. وممكن تضيفيله في الوقت ده مكعب زبدة او فانيليا لو انت حابة. بياخد تسوية حوالي 30 او 35 دقيقة، وقوامه بقى ممتاز جدا، ولسه كمان هيتقل بعد ما يبرد. وده قوامه بعد ما برد. شايفين القوام ناعم وتقيل وجميل جدا. والافضل انك تعديه على مصفى ضيقة علشان لو في اي تكتلات نتخلص منها، ويكون قوامه ناعم بالشكل ده. هنسيبه على جنب ونحضر الخطوة اللي بعد كده. هنحتاج لكوباية من الكريم شانتيه الخام، وزنهم 125 جرام. وهضيف عليهم نصف كوباية سكر وزنها 100 جرام. وهنزل عليهم كمان بكوباية من المية الساقعة المتلجة. والمية اللي هتستخدميها يكون فيها قطع تلج بالشكل ده علشان الكريمة تهيش معاكي وتديك أفضل نتيجة. وهنضيف عليهم كوباية إلا ربع من عصير البرتقال. وهنقلبهم في الأول كده بالراحة علشان الكريمة ما تعفرش أو تنطر في كل حتة. وهنضربهم كويس جدا لحد ما قوام الكريمة يهيش ويتقل، وكمان حجمها هيزيد وتضاعف جدا. وتقدري تستخدمي حليب بدل المية لو انت حابة، وبرضه يكون ساقع متلج. ولو لقيتي قوام الكريمة معاكي تقيل قوي فهتضيفيله مية ساقعة شوية بشوية لحد ما توصلي لقوام مظبوط. وينفع تستخدمي كريم شانتيه محلى اللي بيكون منضاف له سكر، وفي الحالة دي هتقللي كمية السكر عن كده شوية. أنواع الكريمة كتير، أنا مستخدمة كريمة المتحدة، بيكون نتيجتها فوق الممتازة وبتديني كمية كبيرة زي ما انت شايفة. أخدت معايا كوبايتين مية. طيب دلوقتي احنا عايزين نعزز لون البرتقان ونخلي لونه برتقاني، فأنا ما عنديش لون برتقاني غذائي. لو عندك يبقى هتضيفي منه نقطتين أو 3، ولو ما عندكيش يبقى هتستخدمي معلقة كبيرة من تانك البرتقان. هتديكي لون حلو جدا وكمان هتعزز طعم البرتقان. أنا دلوقتي ضفت الكيس كله، بس بصراحة اداني مزازة شوية، فانت هتستكفي بمعلقة كبيرة بس. هنضربهم كويس. ما شاء الله بقى لون الايس كريم وقوامه ممتاز جدا. في الوقت ده هننزل بالحليب محلى المكثف اللي كنا محضرينه في الاول، وطبعا هو بارد معانا تماما، وما ينفعش تضيفيه هو سخن او حتى دافي. هنضربه مع الكريمة لحد ما ينسجم مع الخليط كويس جدا. عايزة اقولك ان الكريم شانتيه مع الحليب المحلى المكثف هيدوني ايس كريم ناعم وكريمي، وفي نفس الوقت متماسك وما يسحش منك بسهولة. ما شاء الله، حاجة كده في منتهى الجمال. شايفين القوام ممتاز جدا، وما شاء الله عايز يتاكل من قبل حتى ما يسقع من كتر شكله القمر ده. هناخده بقى وهننزل بيه في القالب بتاعنا او في اي علبة تكون محكمة الغلق. شايفين وانا بصبه قوامه ناعم وكريمي جدا وتحفة ما شاء الله. هنساوي بقى السطح بتاعه بالشكل ده، ولازم نغطيه كويس جدا. يعني لو حطاه في علبة يبقى هتغطيها بالغطا بتاعها، ولو حطاه في حاجة ملهاش غطا يبقى هتغطيه بستريتش راب كويس جدا علشان ما يكونش معاكي كريستالات من التلج. وبعد كده
هندخله في الفريزر أو المجمد مدة ما تقلش عن 8 ساعات، والأفضل إنك تسيبيه ليلة كاملة. وتاني يوم خرجته من الفريزر وسبته حوالي 5 دقايق علشان يهدى شوية وأعرف أسحبه بالمعلقة، لأنه طبعا بيكون لسه مجمد جدا. وبعد كده هنقدر نسحبه سهل قوي. ما شاء الله، المعلقة بتمشي فيه بكل سهولة، حاجة كده زي القمر. شايفين؟ لا خرز ولا كون تلج، وكان ناعم وكريمي. وأكيد انت شايفة النتيجة بنفسك. عايزاك تجربيه، وهيكون أحلى وألذ آيس كريم من إيديكي. عايزة تفرحي أولادك أكتر، هتقدمه لهم في بسكوت اللي هو بتاع الآيس كريم، أو تحطه لهم في علب بتاعة الآيس كريم اللي بتكون جاهزة، وحسسيهم إنه زي الجاهز بالظبط. لكن بصراحة طعمه وشكله أحلى بكتير. يلا قومي وما تكسليش واعمليه لأولادك، هما يستحقوا إنك تفرحيهم. منعش ولذيذ جدا، خصوصا في الحر اللي احنا شايفينه. وكمان مكلفناش كتير، ده هو نص لتر حليب وكوباية كريم شانتيه، وعملنا كمية كبيرة جدا. كان نفسي أوزنه قدامكم، بس بصراحة نسيت. هم أكتر من 2 كيلو آيس كريم. شوفي بقى لو هتشتري الكمية دي كلها فهتشتريها بكام. عملنا آيس كريم في البيت بمكونات اقتصادية وبطريقة سهلة جدا، وشايفين لونه وشكله حاجة كده أكتر من روعة. اللهم بارك. شايفة قوامه عامل ازاي؟ ناعم وكريمي جدا، وطعمه بقى بصراحة تحفة، ونكهة البرتقال فيه أكتر من روعة. أحلى وأوفر وأنضف من الجاهز بكتير. أتمنى تجربيه، وإن شاء الله هيعجبك جدا. وبكده يكون فيديو النهاردة خلص. أتمنى أن يكون نال إعجاب حضراتكم. ما تنسيش لو عجبك الفيديو تعملي لايك وتشتركي في القناة لو بتشوفيها لأول مرة. أشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي. دمتم بخير وصحة وحفظ من الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.